رمية تماس لصالح فريق الهلال، لعبت عالية داخل منطقة الجزاء، مبعدة خطيرة لصالح فريق الهلال وتسديد في المرمى، كرة خطيرة، أخطر فرص المباراة لصالح فريق الهلال. الدقيقة الثانية كانت ستعلن عن هدف أول لفريق الهلال، ولكن استباد دفاع المريخ. شوف إعادة اللقطة، الكرة المعكوسة والمراوغة المميزة داخل منطقة الجزاء من لامين جارجو، ووضع الكرة في المرمى، ولكن تصدى الدفاع اللي كان واقف في خط المرمى. فوز أو الخسارة لأحد الفريقين أو التعادل. رمية تماس، الهلال أوفر هجوما في الدقائق الأولى. هنا مناوشات القمة بدأت مبكرا، مناوشات القمة بدأت مبكرا. هناك حالة لمخالفة، وبعدها يعني لعمار طيفور وتدخل. كثرت رميات التماس في هذا الاتجاه، تدخل وسلامات لمازن محمدين لاعب الطرف الايسر في فريق المريخ، شارك في المباريات الماضية في منافسة الدوري، منافسة الدوري التي انطلقت يعني بطريقة مميزة جدا ولم تتوقف حتى الآن، في انتظار أن تلعب المباريات المؤجلة اللي تعادل فيها الهلال أمام كوبر، وهنا أيضا وخسر أمام الأهلي. هنا يتم إبعاد الألعاب النارية من داخل الملعب، وطبعا يا جماعة الألعاب النارية ممنوعة دائما في مباريات كرة القدم، الناس ما تنفعل، وإن شاء الله نشاهد مباراة مميزة، لكن إن شاء الله ما يرموها في داخل الملعب. اتلعبت كرة، تدخل لموفق وخطأ، خطأ لصالح فريق المريخ. سلامات لقائد فريق المريخ رمضان عجب. طيب عبد الرازق، مراوغة ممتازة يمين جارجو، جارجو يمر مع عمار طيفور، خطأ لصالح فريق الهلال. عمار في وسط الملعب، صلاح عادل يقطع كرة ويمر ويسدد كرة قوية. اللقطات تعجب، التسديد من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب. محاولة من صلاح عادل تسديد من خارج منطقة الجزاء، خايف في هذه المباراة صراحة إلا من هذه اللقطة.